السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا في خير وفي أحسن حال. النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة كده، وهي إننا نحسب ارتفاع الكرسي في البلاطة أو السقف الفلات إسلام. تبقى نازل على الصبح كده لسه يا دوب فاطر وشارب كوباية شاي، تلاقي الحداد بيقول لك هندسة بعد إذنك والنبي احسب لي ارتفاع الكرسي ده، أو أقطع أو التفصيلة بتاعت حديد الكرسي تبقى على طول كام، أو احسب لي ارتفاع الكرسي كام. فاحنا هناخد مثال بسيط مع بعض كده. هنقول ان الرقه اللوحه مديها لي 25 سنتيمتر، مدياني برضو حديد الرقه العلويه فاي 12، مديني حديد الرقه السفليه فاي 16. هنحسبها مره باستخدام وتر ومره من غير استخدام وتر. اول حاجه تعالوا مع بعض نرسم الكرسي. طبعا الانتر، ادي الكرسي بتاعي. ده شكل الكرسي يا جماعه. بعد كده هنقول ان انا عشان اجيب ارتفاع الكرسي طبعا يكون معايا معطيات. المعطيات هي عباره عن تي اس سمك البلاطه، الحديد، قطر الحديد السفلي، قطر الحديد العلوي. هستخدم وتر ولا مش هستخدم. فاحنا زي ما قلنا هنحسب مره باستخدام وتر ومره من غير استخدام الوتر. طبعا باشمهندسين عارفين يعني ايه استخدام وتر. لو حد من خارج المجال بيسمعنا مش هيفهم يعني ايه وتر قوي، هنوضحها له في اخر الفيديو ان شاء الله. فطبعا احنا جبنا الكالكوليتر اهيت، وهنقول ان التي اس او سمك البلاطه كان معايا 25 سنتيمتر. هضطر ننقص منه 2 في سمك حديد الرقه العلويه. كنا احنا قايلين ان حديد الرقه العلويه عباره عن حديد فاي 12، يبقى انا عندي 2 في 12 واحد 2%، هيديني 2.4 سنتيمتر. هنقص حديد الرقه السفليه كان 16 سنتيمتر، يبقى انا عندي 2 في 16 هيديني 3.2 ملم. بعد كده هنقص ايه الكفر الخرساني بتاعي، هو هيكون 2 سم ونص فوق و2 سم ونص تحت، يعني عباره عن 5 سنتيمتر. كده الحاله دي لو احنا مش هنستخدم مطر هيكون ارتفاع الكرسي بتاعي عباره عن 14.4 سنتيمتر، والحداد يشتغل على كده. طب لو انا هستخدم وتر في التنفيذ هيكون نفس الكلام برضه. هنقول سمك البلاطه اللي هو 25 سنتيمتر، هنقص منه قطر حديد الرقه العلويه اللي هو 12، عاملين معايا 2.4 سنتيمتر. هنقص منه قطر حديد الرقه السفليه اللي هو 16، كان عاملين 2 كان عاملين 3.2 سنتيمتر. هنقص منه برضه الكفر الخرساني بتاعي عباره عن 2.5 سنتيمتر فوق و2.5 سنتيمتر تحت، بيدوني 5 سم. هنقص منه سمك الوتر، ولتكن الوتر كنا واخدينه سيخ حديد فاي 12، يبقى انا هنقص 1.2 كمان زياده عن المثال السابق، هيديني ارتفاع الكرسي في هذه الحاله عباره عن 13.2 سنتيمتر. دي كانت معلومه على السريع او فيديو على السريع كده، يا رب نكون نولنا اعجابكم او كنا قدمنا حاجه مفيده لزمايلنا اللي هم حديث تخرج او لسه في الكليات حاليا. طبعا الجماعه اللي هم عندهم خبره والمهندسين عندهم خبره زينا واكتر مننا كمان هيكونوا عارفين الكلام ده في غنى عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.